بالصلاة على النبي كده السنة سنة خير على الفلاحين. يعني ال2 كيلو 8 بطين، 8 بيضة مش بطين كمان. يعني الكل هياكل، والسنة الجاية إن شاء الله هيبقى أقل من كده، والتكلفة على رأس الفلاح. بالصلاة على النبي كده مال حلال اهوت، واحنا شلنا التكلفة وعشان خاطر الغلابة تاكل. ولا إيه رأيك؟ كيلو بكام؟ الكيلو النهارده بنشتريه ب3.5 من ارضه، وبنبيعه ب5 جنيه للاكيل، بروح له زي قفص الطماطم ابو 60 جنيه. ده شيء جميل، ب5 جنيه سعر كويس ولا الناس بتعترض عليه؟ هتعترض؟ ده بيقول لك الاربعه ب10، يعني مش عاجبهم كمان. الاربعه ب10 جنيه؟ والله العظيم بيجوا ناس يقول لك الاربعه ب10 يا جماعه، ده ال2 كيلو 8 بيضه يقول لك لا الاربعه ب10. وبتبيع الاربعه ب10؟ لا هبيع الاربعه ب10 ايه؟ هي ناقصه خراب بيوت يا جماعه. لكن 5 جنيه هو السعر. لا ده 5 جنيه، ده الواد ابن السيد ده بياكل له 3 شيبس النهارده ب15 جنيه. ربنا يهديك. والبنت سلمى دي بالصلاه على النبي بتصرف لها 8 نص طن بصل. يبقى احنا هنلحق على الشيبسي ولا هنلحق على ايه؟ لكن سعر كويس، ربنا يخلي لك ولادك واحفادك يا رب. لا سعر بقى في متناول الجميع كده. أيوة. يعني بصراحه كل الناس هتاكل بصل السنه دي. هم يخزنوا بصل في بطونهم السنه دي لحد السنه الجايه، اما يشوفوا يبقى فيها ايه.